هاد القصة وقعت لواحد الدري سميتو امين. كان راجع من الخدمة مع 2 الليل، شاد الطريق القديمة اللي دايزة من حدا الواد. الطريق كانت خاوية والموت ديال البرد، وهو غادي بالموطور. بان ليه من بعيد خيال بيض. فاش قرب لقى المرأة لابسة قفطان بيض وشعرها كحل وطويل. امين وقف وقال في خاطرو مسكينة هادي يقدر يكون وقع ليها شي مشكل. سولها اختي واش لاباس، محتاج نوصلك؟ جاوبته بصوت رقيق كيرعب القلب. غير وصلني للضفة ديال الواد تما داري. طلعت وراها وفي طريقه كان كيشم ريحه غريبه، خليط ديال المسك والريحه ديال الماء الخانس. وصلوا للواد ونزلات. قبل ما تزيد قال لها اختي نسيتي الصاك ديالك. دارت عنده ولكن ملامحها كانت غايبه، كانت كتبان بحال الخيال. ومنين كان مركز معاها طيح السوارد ديال الموطور. هبط يجمعهم وهنا شاف الصدمه اللي خلات عقله يطير. تحت القفطان الابيض ما كانوش رجلين ديال البشر، كانوا رجلين ديال حمار مشعرين وبحوافر كبار غارسين في الرمله. امين جمد في بلاصتو والدم نشف ليه في عروقه. هي دارت عنده ببطء وبدات كتضحك ضحكه كتبكي الصخر وقالت ليه شفتيهم ياك، دابا عمرك غتنساوشي. امين هرب بسرعه، ومن داك النهار السيد ما بقاش كيخرج بالليل، وباقي كيحلف باللي كل ليله فاش كيسد عينه كيسمع صوت تخرقيب ديال الحوافر قدام باب بيتو.